حماية الخطاب الديني في عصر الذكاء الاصطناعي. من قلب القاهرة، وعلى مدى يومين اجتمع ممثلو دور وهيئات الإفتاء من مختلف أنحاء العالم في المؤتمر الدولي العاشر تحت عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. شكل المؤتمر منصة حوار عالمي لتطوير العمل الإفتائي، مواكبا التحولات التكنولوجية مع الحفاظ على الثوابت الدينية والمرجعيات الأخلاقية. أكد المشاركون على مركزية القضية الفلسطينية، معتبرين نصرة الشعب الفلسطيني واجبا دينيا ووطنيا، ودعوا إلى دعم إنساني عاجل وحماية للأرواح البريئة، مشددين على ضرورة ضبط الفتاوى الرقمية واعتماد ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم نشرها عبر الوسائط الحديثة، وذلك لمواجهة الفتاوى المغلوطة والتطرف الرقمي. كما أوصوا بدمج الذكاء الاصطناعي في البحث والدعوة، وتأهيل المفتين شرعيا وتقنيا، وتطوير تطبيقات متعددة اللغات لنشر الفتاوى المعتدلة، ومبادرات للتوعية بمخاطر الفتاوى غير الموثوقة. وفي الختام، دعا المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين الأديان وإدماج القضايا البيئية ضمن أولويات المؤسسات الإفتائية، لتبقى الفتوى أداة بناء وحماية للمجتمعات في عصر متغير.